والله يا من عارض هذا المنهج السلفي والله لا أدق، والله لا أدق. هذه كلمات العلامة اليماني قاهر المبتدعة والضلال الناصح يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ونصره. نعم فسندق أهل الباطل بالحجة والبيان. فدق يا أبا عبد الرحمن دق، لا أبقيت مبتدعا إلا وبينت بدعته للأمة، فذلك من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن محاربة أهل الباطل بالبيان والتبيان أشد عليهم من ضرب السيوف والحراب. عباد الله، البدعة بدعة يا مبتدع اسكت، لا تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يحق لك أن تأتي ببدعة ثم تسنها للناس على أنها سنة حسنة. لا يوجد في الدين بدعة حسنة، البدع ضلال، والبدعة تورد العبد نار جهنم، فاحذروا سخط الله يا أهل البدع. الدين ليس بناقص حتى تأتوا لتكملوه، وشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نفعله ولن نستحسنه. ودع رأيك في سيل النهر فإنه يذهب ولا يعود إلى مزبلة القمائم. الدين أحق أن يتبع، لا يستحسن فيه ما لم يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليك يا جاهل، مردود عليك يا مبتدع، يا من تستحسن في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فاتركوا الاستحسان واتركوا هذه الخرافات والبدع والخزعبلات، فاقتلوا بدعهم يا أهل السنة بالحلم والعلم، وعلموا الناس دين الله وبينوا لهم أن الله أمرنا بالاتباع لا بالابتداع. والله لندكن كل بدعة بسيوف العلم، ولنفجرن صم صدور أهل الأهواء بقنابل الدليل، ولنجتثن جذور الضلال بمعول السنة والتوحيد. أيها المنحرف عن المنهاج المعاند للحق والصراط، يا من عارض المنهج السلفي المبارك، لنسحقن فكرك الضال سحقا، ولندكن كل باطل فيك دكاء. فإن الرفق مع أهل الزيغ عجز، والسكوت عن أهل الباطل وأهل البدع خيانة لله ولرسوله. والله لا نجامل في الدين ولا نداهن في السنة ولا نسكت عن البدعة ولا نسلم لأهل الهوى ذراعا ولا شبرا، فديننا أغلى ومنهجنا أقوى، والله ناصر أوليائه وخاذل أعدائه. فيا طلاب العلم ويا حماة السنن والمناهج، دقوا على رؤوس أهل البدع بالبرهان، واحرقوا أوكار الضلال بنور القرآن، وخذوا على أيدي المبتدعة بقوة العلم والبيان. لا نفتي على الهوى ولا نستميع لمن تكفف بالدين، ولا نقدم طاعة أهل الأرباح على أهل الأثر من السلف الصالحين. فنقول للبدعة بدعة، وللباطل باطل، وللمبتدع اخرس، فإن لسان السنة أمضى من السيف، وصوت الحق أرعب في القلوب من طنين الرماح. كلا والله لا نسلم المنابر للمفتونين، ولا نترك الساحات للمبتدعين، ولا نسكت على من يبيع دينه بثمن بخس من الشهرة والهوى. ما دامت ألسنتنا تصدح وكتب السنة بين أيدينا، فسيبقى أهل البدع في هوان، وسيبقى أهل السنة في عز وأمان، والعاقبة للمتقين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالعزة لله ولرسوله ولأتباعه من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولتخسأ يا مبتدع مت بغيظ.